السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ شفت طريقة حلوة كده بيقولوا ان هي بتوفر في الزيت لما بنيجي نقلي السمك، فقلت اجربها معاكم. يلا نشوف هنعمل ايه. جات لي تشكيلة سمك هدية فقلت اشارككم معايا. دي سمكة مكرونة انا عارفاها تقريبا يعني، بس دي مش عارفة اسمها. ودي بقى اللي غريبة قوي استغربتها قوي. شايفين طويلة ازاي ولها بوز واسنانها مدببة كده. مش عارفة اسمها ايه دي، اللي يعرف اسمها يكتب لي في الكومنتات. ما شاء الله طويلة جدا. ودي سمكة مرجان، وفي منه شيء متنضف وشيء لا. طبعا هو كان جاي لي متلج فانا فكيته بميه كده على طول. بصوا استنوا، سمكة المرجان دي بتبقى حلوة جدا من بطنها، بتبقى نضيفة قوي. ما شاء الله بطنها من جوه بتبقى نضيفة. بصوا واكلة ايه لسه في الخياشيم. دي تقريبا الشكلة، مش شكل جمبري. كده قصقصت الزعانف، افتح بقى عليه مية. وكان السمك ده متنضف النوعية دي، ودي فرشة مخصصة لتنظيف السمك، بتسهل عشان صوابعي بس ما تتعورش وكده. بصوا بتنضفه في ثواني، واصلا النوعية دي كانت جاية لي متنضفة. تسلم ايدك يا سيدي الكل، ربنا يخليك لينا وما يحرمنا من مجايبك ابدا ولا من تنظيف. بس المرة الجاية يبقى نضف السمك كله بصوا السمكة دي انا هشيل بقى راسها خالص. بصوا اسنانها عاملة ازاي، مخيفة. نغسله بقى غسلة حلوة بعد ما غسلناه بالفرشة بدقيق وملح. وهمسك واحدة واحدة اغسلها بالملح والدقيق. ناخد بقى السمكة العملاقة دي اللي انا مش عارفة لها اسم. بعدين هنصفهم الملح والدقيق كويس. كده غسلت السمك بالملح والدقيق زي ما انتوا شايفين. هاملة الطبق وهعصر ليمونة واحدة بس على ما اجهز التحديقة بتاع السمك. ومش هطول عليه كتير في المية ام ليمون دي، لان السمك اللي متلج بيبقى يعني بايش شوية. هستخدم توم وفلفل احمر. الفلفل ده انا بفرزه لما بيبقى في الموسم بتاعه. كنت في السوق الاسبوع اللي فات ولقيته ب 12 جنيه، فجبت كيلو بغسله وبفرزه بالطريقه دي وهفكه بشويه ميه معاك على طول كده. معايا نص شطه سبايسي اخضر. طبعا هو الافضل لو انت عندك فلفل اخضر هيبقى 2 اخضر واتنين احمر، بس انا ما كانش عندي فهضيف كله احمر. مجرد ما بنغسله بتلاقيه بيتقطع ازاي حلو قوي، بينفع معايا في وصفات كتير. وكمان ساعات الطماطم او التسبيكه اللي بتبقى لونها فاتح كده بحط قرن وانا بضربها بتبقى حلوه قوي. ما بحبش اضرب الملح مع التتبيله في الكبه، لان الملح بيبرد السكينه بتاع الكبه. فهضيف الملح وكمون. هعصر حوالي 4 ليمونات، لان طبعا زي ما احنا كلنا عارفين الليمون بيضيع زفرة السمك. هقلبهم مع بعض.
كده التحديقه بقت جاهزه معايا. اغسل السمك من الميه والليمون وبعدين اجيلكوا تاني. غسلت السمك من الميه والليمون وحطيته في مصفى كده علشان يصفي، وهبدا احدقه. بالنسبه للسمكه الطويله فانا قطعتها جزل كده، يعني طبعا مش معقول هعملها وهي طويله كده. وهسيبه منقوع كده نص ساعه. هنجهز الدقيق اللي هقلي فيه. معايا اول حاجه دقيق، هضيف عليه ملح، بابريكا، كمون، شطه، كركم. هجيب سمكية وهبدرها كويس، وهجرب معاكم الطريقة اللي انا شفتها بيقولوا بتوفر. الكهرباء قطعت. رجعت لكم تاني بعد ما النور جه. السمك بعد ما بدرته هجيب ميه متلجه وهنزله كده على طول واقوم شايلاه. بيقولوا الحركه دي ما بتخليش الزيت يتحرق. هنشوف دلوقتي. بسم الله. كده بعد ما خلصت السمك انا قليته كله وعملت جنب رز صياديه وسلطه، بس الحقيقه طبعا النور قطع وما قدرتش اكمل معاكم كل الوصفه. وبكده ابقى خلصت معاكم وصفه النهارده، وبألف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفه بتاعت النهارده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.